اهلا بيكم فيديو جديد. انا بقالي فتره ما عملتش فيديوهات، بس انا حبيت اعمل فيديو دوت من شغلي. صراحه حسيت ان في دور منتشر جدا ماشي في الاطفال اليومين دول بقاله حوالي اسبوعين. نزله فيروسيه، نزله معويه فيروسيه عنيفه. الترجيع بيبقى شديد غير ما احنا متعودين عليه خالص، تمام، وبيوصل ان احنا بنحتاج حقن، وساعات بنحتاج نعلق محاليل، وساعات بتوصل حجز في المستشفى كمان. ان احنا الموضوع بيوصل لريزيستنت فومتنج، ترجيع اي حاجه تخش ترجع، فبيحتاج ان احنا نكنسل الطريق خالص بتاع البق دوت ونشتغل المحاليل يومين ثلاثه قبل ما الدنيا تهدى شويه. خلاص. هو اللي ماشي دلوقتي نزله معويه فيروسيه. طيب النزله المعويه عامه عباره عن ثلاث انواع. في نزله معويه فيروسيه، نزله معويه بكتيريه، نزله معويه اميبيه. خلاص. الدكتور بيفرق ازاي، او بيدي مضاد او ما يديش على حسب ايه، او بيقرر النوع ازاي، يعني على حسب الترتيب. هم في الاخر كلهم شبه بعض، ترجيع اسهال سخونيه، تمام. الفيروسيه ترجيع كتير الاول، بعد كده الطفل بيدفى شويه وبعدين بيسهل، تمام. طيب البكتيريا لا، بيجي الاسهال الاول، اسهال جامد، وبعد كده الحراره بتعلى توصل 39 و40 وبعد كده بيرجع. خلاص. الاميبيه بيبقى معاها التعنيه والمغص اكتر من النوعين التانيين، بيبقى معاه الاسهال بس في صوره تعنيه، الطفل بيعوز يدخل كتير بس بيعمل حاجات بسيطه وبيبقى فيه تعنيه معاه، تمام. يجي ترجيع او لا مش دايما يعني، تمام. فكده الثلاث انواع النزلات المعويه اللي ماشي دلوقتي النزله المعويه الفيروسيه. خلاص. طيب بتيجي زي ما قلت الترجيع جامد عنيف. ممكن انا لسه واحده قايله لي الطفل من الصبح لحد كانت جايه العصر رجع 10 مرات، تمام. فالترجيع بيبقى جامد. الدفيان بيجي بعدها وبعدين بيجي الاسهال. اهم حاجه الدكتور بيعملها جنب العلاج اللي بيشتغل بيه، اهم حاجه ان هو يعوض لي الجفاف بتاع الطفل ما يخشش في جفاف. ان انا لو قابل ان انا اديله من بقه بديله محلول جفاف، او بديله عصير، او بديله سوائل، او بديله لو صغير يرضع كويس من مامته، المهم ان هو يخش لي سوائل تعوضه، تمام. طيب لا، بس ده لو قابل من بقه، لو مش داخل في حاجه اسمها بيرسيستنت فومتنج. البيرسيستنت فومتنج اللي هو اللي ياخده يرجعه، اللي ياخده يرجع، اي حاجه تدخل ترجع، ده بنديله حقن للترجيع، بنعلق له محلول، وفي حقن للترجيع وحقن للمعده، ولو ما نفعش وبرضه اللي ياخده بيرجعه ده بيعوز يتحجز بقى خلاص، لان هو مش هينفع اديله دواء، ما هو اي حاجه بتتاخد بترجع، فالدواء هياخده هيرجعه، الاكل هياخده هيرجعه، كده الطفل بيتصفى مني جنب الاسهال اللي بيحصل، بيتصفى وبيخش في جفاف، وانا مش عارف اعالجه، فبنضطر ان احنا بنحجزه، لان هو لازم اكنسل طريق البق بقى خالص واديله عن طريق الايه الوريد يعني. محاليل يومين ثلاثه وبعدين الدنيا بتهدى وخلاص. هي كده كده نازله فيروسيه فبتاخد وقتها وبتعدي، بس اهم حاجه ما نخشش في مضاعفات الجفاف ومضاعفاته، تمام. طيب دي بالنسبه للنزله المعويه، الدور اللي ماشي دلوقتي وانواعها ايه. الدكتور لما بيعالج جنب محلول الجفاف، وده اهم حاجه طبعا، ولو هنختار علاج واحد نديها بمحلول الجفاف، بندي بقى دواء ترجيع، بندي دواء معده، بندي مطهر معوي، بندي حاجه زي لاكتوباسيلاي، دي انواع تذاكر كده بتبقى بكتيريا نافعه بتنزل تنظف البطن معايا شويه، بس ما ملوش لازمه ان احنا ندي مضاد حيوي يعني. لو نازله بكتيريه ساعتها بندي مضاد حيوي، تمام. فالمضاد بيتكرر او لا حسب، بنقرر ان احنا نديه او لا يعني حسب الترتيب اللي جاي، حسب استجابه الطفل، ومفيش عندنا حاجه بتبقى 100% يعني. ممكن بتطلع في الاخر ان ماشيه في صوره الفيروسيه بس بتكون بكتيريه، ده بيبان بالتحسن بتاع الطفل او لا. طب الاعراض مشت ازاي، طب يعني حسب الدنيا بتمشي ازاي. خلاص. بس في المجمل وفي غالب الحالات زي ما انا قلت الفيروسيه بتيجي بالطريقه دي، اللي هو ترجيع كتير بعد كده بيدفى بعد كده بيسهل. البكتيريا لا، الاسهال الاول، حراره عاليه وبعد كده بيرجع. احنا الفكره ما عندناش حاجه اسمها 100% وما بنحلفش، بس الدكتور يقيم على حسب الترتيب اللي بيبقى قدامه، تمام. طيب النزله ديت انا اهم حاجه زي ما قلنا محلول جفاف. طيب في تطعيم ليها او حاجه؟ في تطعيم، بس التطعيم ده ما بينفعش الطفل يكون عدى 8 شهور. في تطعيمين ليها مش تطعيم واحد، اللي هو الروتاريكس والروتاتيك، ده ضد الروتا فيروس. طيب مين احسنهم؟ الروتاتيك احسنهم لان هو ضد 5 سلالات من الروتا، لكن الروتاريكس ضد سلاله واحده بس. بيتاخدوا ازاي؟ عند الروتاريكس بيبقى عباره عن جرعتين، الجرعتين دولت ما بينهم شهرين، بيتاخد على سن شهرين و4 شهور او 3 و5 او 4 و6 ايا كان، المهم يتاخد قبل الطفل ما يجيب 8 شهور. ممنوع ليه قبل ما يجيب 8 شهور؟ يعني ممنوع ليه لو جاب 8 شهور ما ينفعش ياخده؟ لان هو بيزود احتماليه ان الطفل يخش في نوع من انواع الانسداد المعوي اسمه انترسبشن. كويس كده؟ طيب في نوع تاني اللي هو الروتاتيك، ده احسن من الروتاريكس. طيب احسن في ايه؟ احسن هو ضد ال5 سلالات، بيتاخد عباره عن 3 جرعات، ال3 جرعات دول كل جرعه والثانيه ما بينها شهرين، ممكن ناخده على 2 4 6 او 3 5 7 نفس الكلام قبل الطفل ما يجيب 8 شهور عشان ما نخشش في الانسداد المعوي اللي هو الانترسبشن. فلو طفل لسه صغير ممكن ياخده اللي هو زي ما انا قلت كده. لو طفل عدى 8 شهور فهو خلاص للاسف خلاص ده عداه، ما ينفعش ان هو يتاخد. تطعيم ب 300 وشويه تقريبا.
مش غالي مقارنه بان انا الطفل لما يتعب الكشف والعلاج اللي هيتجاب واحتمال يتحجز مستشفى ومحاليل تتعلق وقلق الاهل على الولد مش بيه خالص. اما ادي جرعتين الادويه دلوقتي الموضوع ما بقتش الروشته سهله زي الاول، لا هتجيب ثمن التطعيم واكتر، عشان الناس كانت بتقول الاول التطعيم لا غالي. تمام. بس انا حبيت اتكلم عن دوت لان لقيت الموضوع صراحه منتشر قوي. ناخد بالنا بس ان الطفل اللي عنده النزله ديت عشان ما يعديش اخواته يغسل ايده كويس قوي. في الاكل ياكل في اكله في طبقه في معلقته، خلاص يبقى ليه طبقه ومعلقه يعني بتوعه. مش ان احنا زي في ناس بتاكل اللي هو الطبق الكبير والاطفال كلها بتاكل منه مع بعض، لا هو يبقى ليه طبقه وليه معلقته ونفس يغسل ايده كويس. هو مش معدي بالعطس والكحه والكلام ده، بس ناخد بالنا من النقط اللي انا قلتها دي. وبكده يكون فيديو النهارده خلص. يا ريت اللي عجبه الفيديو يعمل اشتراك او سبسكرايب للقناه، واللي ما يعرفش بنفتح اليوتيوب وبنكتب اسم القناه من هنا، بنكتب افهم طفلك دكتور اسلام عزام، بيطلع لنا اسم القناه بنختارها، نعمل سبسكرايب للقناه، بنفعل زر الجرس بنضغط عليه وبنختار اول عشان يوصلنا كل الفيديوهات الجديده. وما ننساش نعمل لايك وشير للفيديوهات. نختار فيديو زي كده، نضغط على لايك من هنا، نضغط على شير ونختار هنشيره على الواتس او الفيس. طيب الفيديو دوت بقى انا حبيت اتكلم عن الروشتة اللي احنا بنكتبها للطفل